بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي الزغير، نتكلم اليوم عن الوضع. الأخ جاء صاحبي صديق من هذا المكان اللي احنا قاعدين به، يريد أن يسأل عن حلول مستقبلية إن شاء الله بإذن الله نحن نقدر نتوفق بشيء نشرح كل الدولة ترشد الناس من أجل مصالح أصبح الآن دحين ما بالشكل فكا نهائيا، فإحنا نوصل رسالة عسى أن نفق على الناس. فهو الآن احنا بنتساءل ايش الحلول يا ابو يوسف؟ ايش الحل النهائي بعد نزول هذا الصرف المفاجئ؟ ايش الحل النهائي للمجتمع هذا؟ الحل المفاجئ ان الدولة اليوم داخل اليوم تجار متلبسين بالحماية بشيء يظلمون الناس وهم عاجزين، والدمار لغيرهم وهم المستفيدين بسبب طلوع الصرف، بسبب تحميد الصرف البيس اللي هي يخبوها السعودي الخارجي هذه أو دولار أو ويخلوا البيس اللي هي تمشي هنا في والمصانع والهذا مش موجودة، وخاصة حين زادوا انفصلوا حوثي وداعشي وانتقالي الزادة اعتكمت الدنيا وغلق على البلاد. لو توقع مثلا اللي هي عند الانتقالي عند الشرعية تختار البيس باتفاق واحد على أساس إنه يكون ايش بداية. أول ما كانوا يقولوا الشرعية يحاربوا الانتقالي يحاربوا فدخل بينهم طارق عباس قدام ما تطلع البيس الطبع الكبير حق عدن، فالتقى وترجعوا واحد فيها اللي هي هنا عند الشرعية ولا عند الانتقالي، فنشتي اللي عند الحوثي نفس الطريقة وكلهم هالكي من جميع الأطراف. والآن دحين باقي العنصرية. ايش العنصرية؟ العنصرية الذي عند الحوثي يتكلموا يشغلوا حتى لهم مواطن تبصروهم ما لش فائدة هذا، بس إلا بيقولوا حاجة مثلا تاجر لو فارق الصرف هناك يضرونه ومعه مكاسب بلفده من الخيال وبس ولا هو ما بش. واللي عند الشرعية نفس الطريقة، فيدوا عنصرية للناس العاديين الذين هم لا لهم لا حول ولا قوة ولا هم داخلين بالدولة، وانهارت البلاد وإزعاجات وهذا كل شيء والصرف طلع. فنشتي هذا ينتهي نهائيا إلى نزل الصرف، مثلا ينزل الصرف إلى 100 على حساب ما هو يمن واحد مثل الانتقالي والشرعية، بتحتل عند الحوثي وعند هذا كلمة حوثي وكلمة دواعش، أو مثلا العنصريين اللي يقولوا احتلال أو شيء، إلى استغل الصرف على مجرد جميع الفئات في اليمن، فتنتهي العنصرية هذه كلها بيذوب مثل الثلج. الحوثي والداعشي وهم كلهم سوا، وهناك يعتبر انه تنظيم قاعدة اخبث احزاب على وجه الارض الذي سلطوا علينا، وانتم اطرحوا بعقولكم اللي كنا اول نكرهه الان كلهم مستولين علينا ويهتقوا الشعب اليمني، واحنا نكون لهم الحماية سواء عند الحوثي او عند الشرعية أو عند الانتقالي. لو كلهم يطبقوا الشرع ما أمر الله شرع الله تعالى وسنة محمد اللي كانوا ماشيين على العلماء الأولين من الشرق جدا، لا تصبر البلاد كله بتضيع وانتهى العنصرية هذه كله، ويجروا من هناك ناس وناس من هناك وناس من هناك صالحين، وعلى رأي واحد اللي يكون خارج البلاد معالش أي معنى إلا إلى أبو صلاح إذا تاجر
أو دولة لعد عنده ضمير وقدم واحد يناقض مع تجارة مع مصانع مع شيء معه يعمل يدعم اليمن. واليمن لأن اليمن عنده من الذي ثبت جميع اليمنيين في أنحاء العالم من صغير لكبير كل ثروة اليمن من ظهر الشعب اليمني كامل، من ظهر الشعب اليمني كامل. الشعب اليمني هو آخر المنبع لاستلام الحق بما الله تعالى يسخر كل واحد صالح، لأن الأمر كله بيد الله. وإن كان من العلم الذي هم يسيروا على العلماء وهذا كل شيء وش يطبقوا ما طبقوا علماءهم اللي كانوا سياسة، والآن هم يفعلوا زي ما هم. انتهى العلم علم ما الله تعالى ثبت الناس الذي ساروا على مثل العسكر علماء أحسن منهم. المواطن الذي التجارة اللي نجحوا شقاء على هذا كل شيء هم الذي يعلموا الشيء بحلول مشاكل الإنسان من جميع النواحي. وأسأل الله تعالى أن توصل الرسالة وتتوافق على الجمهورية اليمنية كاملة باتفاق لمصلحة البلاد وتبتعد العنصرية إلى الأبد إلى الأبد، وتطلع الدولة العظمى بإذن الله بإذن الله. الشعب اليمني 70 سنة وهو مشرد من أجل صلاح البلاد ما بعد. والسلام عليكم.